الحرص على القبلة جميل، لكن عيب انك تتوجه بجسدك الى القبلة وقلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. عيب والله، عيب انك الله اكبر، صحيح انت وجهك للقبلة لكن هذا ما توجه للقبلة، مصيبة. في الحديث اذا التفت العبد في صلاته قال الله ألي غيري هل وجدت احسن مني واعظم مني؟ اللي يكبر وعينه تروح يمين وتروح يسار والله ينصب وجهه تلقاء وجه عيني، هذا يعرف قيمة الصلاة. ثم اذا كبرنا الله اكبر لا تكذب على الله، لا تقول انت اكبر وانت تفكر فيما هو اصغر، لا تقول الله اكبر وانت تفكر في مسابقتك وفي دنياك وفي مالك وفي زوجتك، هذا كذب. قل الله اكبر واترك الدنيا تحت قدميك لان الله اكبر. واذا عظمت الكبير هان عندك الصغير، واصبح الكبير يسر لك الكبير والصغير.